مليون مستحيل راح نزيدو تشرو الطاكوس تاع المحلات بعد ما تجربوا هذا الوصفه. يجي بزاف بنين، يجي مفرمج ويجي مشمخ، ما يكونش ناشف من الداخل. وصفه بزاف سهله وراح نتوجدوها في رمشه عين. تبعوا معايا الفيديو وما تنساوش ديروا لي متابعه اذا عجبتكم الوصفه. اول حاجه نبداو بالحشو. درت حوالي 3 مغارف تاع زيت، بصله متوسطه كنت قطعتها وقليتها، عندي نص صدر تاع الدجاج قليته مليح مع هذيك البصله، بعدها ضفت له الملح، فلفل كحل وشويه توابل دجاج، فلفل احمر وشويه تاع الثوم وخليتهم يتقلاو مليح. معجون طماطم، وعندي حبه طماطم كنت قطعتها وخليتها حتى ذبلت مليح. ضيفوا حوالي نص كاس تاع ماء وخلوه يغلي غليه واحده. درت البطاطا هنا بعد ما كنت قليتها، شويه كريمه الطبخ اختياريه باه ما يجيكمش ناشف، والجبن تاع الموتزاريلا من عند شيماء اللي جامي يخطيني. ودائما تسقسوني على الفرماج اللي يجي ذوب ويجي بنين ويجي يتكسل. هذا هو يا البنات. عندهم زوج انواع، النوع هذاك اللي وريته لكم، وعندهم هذا، عندهم الحجم الصغير والحجم الكبير كما راكم تشوفوا. يعني هذه ماركه تاع شيماء، ماركه معروفه وناجحه، منتوج جزائري 100%. شوفوا هنا هذه الموتزاريلا قطعتها، والاولى هذيك اللي بريتها لكم رابيتها. هنا جبت الورقه تاع الطاكوس، درت فيها شويه مايونيز وشويه هريسه، ودرت هذاك الحشو والفرماج تاع شيماء اكيد. درت شويه كريمه الطبخ اختياري، تقدروا تستغنوا عليها. وهنايا الاول بديت بالكاساديا، وهذا الثاني اللي هو الطاكوس درته على شكل مربع، وبعدها حطيته ودرت كامل الكميه وباه نبدا نطيب. هنايا جيبوا الطاجين تاعكم. بديت بالكاساديا هذه، بعد ما تحمرت من الجهه الاولى باه قلبتها بالجهه الثانيه. بالنسبه للطاكوس حتى هو كي يتحمر زيدوا حمروه مليح مليح على الجناب. وهاي لكم النتيجه النهائيه، جات شهيتكم في الجنه. نتمنى برك تخليوا لي متابعه اذا عجبتكم الوصفه.